هي بقى المفروض ان احنا حديث المدينة وحديث الاسبوع. هما مباراتين، الاهلي مع بيراميدز والزمالك مع وادي دجلة. الاهلي وبيراميدز، الاهلي اتغلب من بيراميدز 2-0 في مباراة الاهلي لا يستحق فيها الفوز. الاهلي ما جاش في الماتش ده خالص، ولا ظهر ليه اي انياب حقيقية على المرمى. مفيش ان هي كرة واحدة اللي عملها محمد شريف وتصدى ليها احمد الشناوي حارس بيراميدز ببراعة. المباراة دي شهدت احداث من اول الشوط الاول. في الدقيقة 5 كان وليد الكارتي احرز الهدف لبيراميدز. كان في كورة فاول من خارج المنطقة، دخل كريم حافظ لعب الكورة، جت في العرض، جت في القايم، والقايم ردها لوليد الكارتي اللي لعبها، وبرضه اتردت من القايم ودخلت في شباك محمد الشناوي. الاهلي حاول على المرمى بتاع بيراميدز طبعا بدون انياب، لان الاهلي ما ظهرش في الماتش ده خالص، ولا نجم من نجوم النادي الاهلي اللي هم يعتبر احسن اسكواد في افريقيا، محدش فيهم ظهر في الماتش ده. طبعا ريبيرو ما قدرش يعمل حاجة قدام يوري تيتش مدرب بيراميدز، لان مدرب بيراميدز كان مسيطر على المباراة من اول دقيقة لاخر دقيقة. اي نعم الاستحواذ كان للاهلي بس استحواذ سلبي، البيراميدز سايب له الكورة، ما بيعملش بيها حاجة الاهلي. نقلات من اليمين ومن الشمال، كل النقلات اللي حصلت في المباراة. بيراميدز بيسيطر على الكرة وبيجيب الكرة تاني وبيلعب وبيهاجم. وفي الشوط التاني بيحرز الهدف التاني وليد الكارتي في الدقيقة 68. كانت عرضية من محمد حمدي داخل المنطقة، لعبها على دماغ أحمد عاطف قطة بدماغه لعبها اسيست لوليد الكارتي على دماغه، حطها على يمين محمد الشناوي، وانتهت المباراة 2-0 في مباراة الجمهور. طبعا كلنا سمعنا الهتافات بتاعة جماهير النادي الأهلي اللي مش عاجبها أداء النادي الأهلي ولا لعيبته. كان فيها هتافات معادية للاعيبة الأهلي، وهتافات معادية على مدرب النادي الأهلي ريبيرو، اللي بعد المباراة طبعا النادي الأهلي أعلن إقالة ريبيرو، ولسه منتظرين يشوفوا مين هيمسك الفريق. في كلام كتير بيتقال ان الكابتن عماد النحاس هو اللي هيكمل لحد ما يجيبوا مدرب اجنبي، ولسه مش عارفين هيستقروا على مين.